في هذا الموضوع، كيف نتعامل مع الإخوة في الجزائر الذين أصبحوا يطعنون في الحكام وفي العلماء؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. برضو هذا نفس الكلام، استمروا بالنصيحة، استمروا بالتوجيه. يعني أنتم حصل عندكم ابتلاء بهذه الجهة، أن هناك أناس عندهم أفكار مخالفة لطريقة أهل السنة والجماعة يطبقونها ويقولون نحن على طريقة أهل السنة والجماعة. فهذا يحتاج إلى مزيد من المداراة وإلى مزيد من التوجيه. وأنا بتأملي في الموضوع، في موضوعكم في الجزائر، من جهة الطعن في العلماء وإنكار المنكر على أهل العلم، على الحكام، أشعر أن المسألة فيها لبس، أشعر أن المسألة فيها لبس. أحيانا يتكلمون بكلام صح، وأحيانا يتكلمون بكلام خطأ، وأحيانا يتكلمون بكلام وسط بين هذا وبين هذا. فأشعر أن المسألة فيها لبس حتى من الكبار. يعني عندكم الشيخ محمد علي فركوس، له كلام أهل السنة، ما هو خطأ حتى في التعامل مع الحكام، وله كلام خطأ، وله كلام بين. فما أعرف إيش الصواب. وهذا اللي مخلي عندنا تردد في الموضوع. يعني ينقلون عنه كذا ثم ينقلون عنه كذا، ينقلون عنه كذا ثم ينقلون عنه كذا. ففي لبس في الموضوع، ففي لبس. ولذلك يعني من اتضحت عنده السنة عليه أن يترفق في تعليم الناس، وأن يتعامل بالحكمة، لأنه هم يدعون أنهم على طريقة أهل السنة وأنهم يتبعون أهل السنة. فما دام هذا قصدهم فأنت ترفق فيهم لتعليمهم، توجيههم إلى الوجهة الصح. يبدو أنه في لبس، في شيء مو طبيعي. أنا ماني عارف إيش هو، لأني أسمع كلام بصوته على المنهج، وكلام آخر على غير المنهج في المسألة نفسها، وكلام ملتبس في النص. فما أعرف، وما آفة الأخبار إلا رواته. وهذا السبب اللي مخلي ما عندنا عزم إنه يعني نرد كده بقوة. في لبس في الموضوع. ولذلك من اتضحت عنده السنة وعرف واقع الحال يحاول يعالج الموضوع برفق وبهدوء. ابتعدوا عن الألفاظ التي تنفر الناس. يعني أنا أسمع أنه الذين يحبون فركوس يغضبون لأن الإخوة الذين خالفوه ينسبونه إلى السرورية وينسبونه إلى بدع، فيغضب، يقولون لا. يعني فالموضوع يعني يحتاج إلى ترفق. اترك هذه الأوصاف، اترك هذا الأمر، بين السنة، وضح الطريق الصح. يعني مثلا أديك على سبيل المثال، عندما الإنكار العلني، الإنكار على ولاة الأمر، صح؟ فلما نقول لهم الإنكار العلني هذا ما يجوز، هذا مخالف للسلف، مخالف للسنة، يقولون أنتم تنهون عن إنكار المنكر. فنقول نحن لهم لا، أنكروا المنكر. قولوا الربا حرام، قولوا البنوك الربوية حرام، قولوا خروج النساء متبرجات حرام، قولوا. نحن لا ننكر هذا، لكن لا تربطوا هذا بذكر ولي الأمر. فإن ربط المنكرات بولي الأمر طريقة سبائية. عبد الله بن سبأ كان يقول لأتباعه: أطعنوا في الأمراء وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميل قلوب الناس. فربطكم المنكر وأمركم بالمعروف وربطكم إياه بالأمراء هذه طريقة عبد الله بن سبأ، لأنها تؤدي إلى الطعن في الأمراء والخروج عليهم ووهن ملازمة السمع والطاعة لهم. هذا أمر يعني يريده أهل البدع. فشوف اللبس هنا الآن، يظنون نحن لما ننكر الإنكار العلني نحن لا نريد أن نأمر معروف ولا ننهى عن المنكر. تسمع كلام للشيخ فركوس بصوته يقرر أنه إنكار المنكر إذا لم يذكر فيه ولي الأمر أو كذا أنه هذا أمر صائغ، ثم تسمع كلام كذا، الأمر ملتبس. وما آفة الأخبار إلا رواته. ولذلك لابد من التروي والترفق في معالجة هذا الموضوع، لعل الله عز وجل يصلح الحال. أنا يعني أقول مثل ما قالوا الشيخ ربيع وغيره، نحن لا نريد، يعني لا نفرح بخروج رجل من أهل السنة من السنة. لا نفرح أن نقول عن رجل أنه سلفي ثم نرجع نقول عنه أنه غير. هذا ما هو محل فرح عندنا. نحن لا نفرح بذلك. نحن نريد أن يزيد السلفيون، نريد أن يزيد السلف أهل السنة، لا نريد أن ننقصهم. لذلك ينبغي أن نعالج هذه الجراحات وهذه المخالفات بالرفق وبالحكمة
والدعوة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. عرفت؟ يعني ترى فيه لبس، أراهنك فيه لبس، كلام يأتي على الصواب وكلام يأتي على الخطأ وكلام يأتي بين ما أنت عارف إيش الموضوع. آخر الكلام البارح أنا أقرأ يقول أحدهم اسمه يلطو ولا بلطو ولا يلطو، يقول أحدهم لو جئت إليهم وقلت لهم هل يجوز إخراج زكاة الفطر بالمال لقال لك لا يجوز. قال هذا طبعا إنكار المنكر على الحاكم. سمعت يا أسامة؟ فين أسامة؟ أيوة. سامع؟ يقول هذا من إنكار المنكر على الحاكم. فين إنكار المنكر على الحاكم؟ أن تذكر المنكر وتلصقه بالحاكم تدخل إليه الأمر. لكن أنا أقول لك هذا ما يجوز خلاف السنة. فين أنا أنكرت على الحاكم؟ هذا ليس من باب الإنكار العلني، هذا من باب تقرير السنة. لذلك عندهم من أدلتهم على الإنكار العلني لما ابن عباس أنكر على علي حرق هؤلاء، عندهم لا، هنا ابن عباس يبلغ سنة، يبلغ السنة، يقول هذه السنة، لو كنت مكانه لما فعلت هذا لأن رسول الله قال لا تحرقوا بالنار. قال هذا إنكار على علي. يعتبر قول علي لعثمان بأنه أتى بالقران في الحج أنه إنكار على عثمان، نقول لا، هذا يبلغ سنة، هو خشي على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في مشروعية نسك القران أن لا يعرفها الناس، وكان أبو بكر وعمر وعثمان يأمرون الناس بأن يفردوا، خلاص، فخشي أن تضيع هذه السنة فأظهرها، فهو خالف عثمان في الظاهر، ولكن لم ينكر عليه لأنه أراد إظهار سنة، ما هو باب إنكار علني على الحكام. هذه يدلك أنه في القضية في لبس، فينبغي واحد يترفق، يكون قريب منهم، يترفق ويشرح لهم الأمور ويوضحها بطريقة حسنة، وإن شاء الله الأمور تصل. وذلك لا يكون هم الإنسان فقط أن يريد أن يحكم على هذا أنه خالف السنة وأنه صاحب بدعة وكذا، لا، الأصل إن شاء الله خلاف ذلك، وربي يصلح الحال. وتذكر دائما حديث الرسول كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين تواب. شيخنا لا ترى بأنهم الآن آخر أقوال الدكتور في المسألة هو الإنكار عليهم؟ ما أعرف والله، لأنه ترى سنة، ولكنهم الآن ينصرون هذا فقط. الآن الكلام صار ترى فيه لبس، الآن هذا كلام يلطو الأخير يدل أنه فيه لبس. هذا الكلام اللي البارح قريته يدل أنه فيه لبس المسألة. يعني بس عليه هو؟ لا، هذه عند القائلين بقضية الإنكار العلني. هو الآن حتى الفتحة الإمام يدخلها في مسألة الفتحة. هذه يدلك على إيه؟ يدلك أنه فيه لبس في المسألة. تلبيس أو لبس. في لبس في المسألة، عرف؟ ولذلك ترفقوا، لا تستعجلوا بوصفهم بأنهم هم أخطأوا، لا شك هذا خطأ، لكن ترفقوا في معالجة الخطأ. أنا أشبه لك هذا بمن يصاب بجراحة في يده أو في رجله فيقول نعالجه بأن نقطع اليد أو أن نقطع الرجل، كل هذا خطأ. أصبر، عالج أول شيء بالمعقمات، عالج بالمضادات الحيوية، عالج بكذا، حتى إذا يئست ولم ينجع شيء من العلاج عندها مثل ما يقولون آخر العلاج كيف. هذا الذي ينبغي أن يكون، فلا تستعجلوا، واستعملوا من الطرق ما يقربهم من الحق إن شاء الله، فابتعدوا عن أوصاف أنهم سرورية وأنهم كذا إلى أن يصلح الحال. ترى يعني أهل الباطل يترصدون بأهل السنة من كل جهة. أنا ما أستبعد أنه وراء هذه المشاكل من يذكيها من الاستخبارات ومن المباحث ومن كذا. يعني تكشفت لنا أمور أنه أهل السنة يتعرضون إلى أذايا من الاستخبارات العالمية، ليس فقط من استخبارات هنا، لا، من الاستخبارات العالمية، يدخلون بينهم من هو ليس منهم على صورة أنه منهم، فيدخل ويعمل ويفعل انتبهوا، احرصوا على أن تترابطوا، أن تتراحموا، احرصوا على أن يكون بينكم محبة، احرصوا على أن تعالجوا المشاكل بطريقة حسنة. هذا هو المنهج وهذا هو السبيل وهذه هي الطريقة. نحن نريد أن نكسب، لا نريد أن نخسر. قولهم معرفة الناس تجارة، إيش يعني؟ يعني أن تحرص على الكسب ولا تخسر، وأن تنتقي ما تتاجر به، صح ولا لا؟ هذا معنى. بعضهم يفهم أنه معرفة الناس تجارة يعني أنا أكتر من الناس، لا، احرص على أن تكسب لا تخسر، احرص على أن تنتقي
ما تتاجر به، لا تتاجر بأي شيء، فلا تجعل معرفتك لأي أحد ولأي طريقة. مثل التاجر يختار من البضاعة ما يصلح له أن يتاجر به، لا يختار بضاعة كاسدة ليس لها سوق، فتتعرف إلى الناس الذين فيهم مكسب فيهم ربح، تحرص على الكسب، تجتنب أي سبيل للخسارة. هكذا ينبغي أن تتعامل. هذا معنى معرفة الناس تجارة. نسأل الله أن يعين ويصلح الحال. شيخ أنا عندي سؤال بالنسبة عندي في هذا الموضوع، بالنسبة لتزكية بعض أهل البدع حاليا، آخر سؤال خلاص. بدأ حاليا في تزكية بعض أهل البدع الفركوس. برضو احنا ما عندنا يعني شيء واضح في هذا الموضوع. هو كلام أظن في عبد العزيز الطريفي، أنه يزكي عبد العزيز الطريفي. هو قال اللحيدان زكاه. شوف عنده يعني يقول اللحيدان زكاه، فلأنه ما اطلع على الأشياء التي وقع فيها عبد العزيز الطريفي والأخطاء التي وقع فيها، ومن أجلها ولاة الأمر يعني أمروا بإيقافه ومنعه، لأنه ما يعلم هذا. فأيضا ترفقوا في إبلاغه هذا الأمر. كل لا ترضى بهذا هو يقول بهذا، ترضى بهذا هو يقول بهذا، ترضى بهذا هو يقول بهذا. يعني ترفقوا معه ولا تكونوا يعني كده يعني شديدين مرة في غير محلها، فإني أخشى أن يكون هذا من التنطع. إنما ترفقوا به ولعل الله يصلح الحال. سؤال